لعبها دون ارتكاب خطأ. أيمن حفني حط رجليه في وقت مناسب، مرة تانية يلعبها لحسام باولو لكن مفيش حد مكمل. حسام بالقوة، حسام يسند على أيمن، أيمن الحاوي أيمن، لكن الضغط على أيمن. معروف يوسف يفسد الهجمة اللي فاتت لكن ما يكملش جميله. معروف يوسف يلعب الكرة سهل. ادي احمد تمساح، انطلاقه من تمساح وقف له علي جبر وعمل اوبستراكشن، مع ان تمساح ما كانش قدامه اي قرار. احمد تمساح، هنشوف تمساح هيعمل ايه. تمساح لحظه تمعن، يلعب العرضيه. تمساح يطلع علي جبر، لسه خطره. جنش ما بيطلعش. مره تانيه مكي، مرة والتانية لسه على حدود منطقة الجزاء. يا ولد يا تمساح، يا ولد يا تمساح، يا ولد يا جنش. لكن يبدو ان في اصابة خطيرة. لكن شوفوا الفنت اللي عمله تمساح. كنت لسه بتكلم على تمساح اللي اكتشفوا علاء عبد العال زي ما اكتشفوا له. شوف الفنت اللي عمله تمساح. ادي هنا العرضية، طلع علي جبر. احمد حسن مكي مرة تانية يطلع حسام باولو اللي كان نازل يساعد، وتدخل في وقت اكتر من رائع بفدائية من اسلام جمال، وفنت ولا اروع من احمد تمساح. لكن التصويبه كانت سهله في ايد الحارس محمود جنش. ما برصي قوي كلاعب. تلعب على طول، استؤنف اللقاء، تروح في الشمال عند اسلام محارب، يقف على كورته. يا ولد اسلام كورته حلوه، صاحب قدم يسرى مميزه، يسند على عند احمد تمساح، معنوياته ارتفعت. تروح في الشمال عرضيه، فين الرأسيه؟ لكن يا ولد يا علي يا جبر، يا ولد يا علي يا جبر. 193 رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بقيمه 3 مليون يورو في احد الانديه الانجليزيه. ضربه ركنيه نادي سموحه، اتلعبت على طول العرضيه. جنش يطلع بالبوكس، يا ولد جنش، بوكس مثالي على جنب. اسلام محارب، اي حاجه من اسلام تطلع من دفاع الزمالك. لقاء صعب بقول لحضراتكم على الزمالك وعلى سموحه. ستانلي اوهايوتشي اشرف. احمد نبيل يلعبها لرجب بكار، رجب رشيق، رجب مره ثانيه لاحمد نبيل، نبيل لاحمد تمساح. لكن يا ولد يا اسلام، لو جت كان بقى هدف عالمي من احمد مكي. احمد حسن مكي عنده 50 هدف على فكره في الدوري الممتاز. الراجل ده هداف، الراجل ده مظلوم. يمكن الارقام لما تقف مع ارقام احمد حسن مكي تلاقي انه موهوب وانه هداف بالفطره اللي امامنا في الصوره. 182 سم، 29 سنه. الكلام كان عن احمد حسن مكي، بينما الكره مع احمد تند. اسلام سري، اسلام شوف رشاقه اسلام، شوف رشاقه اسلام، بيلعب الون. اتاخر جدا احمد حسن مكي في التو، كان عايز التو اسلام. تروح لاحمد نبيل مانجا، تصويبه من نبيل، اي حاجه تطلع ضربه مرمى لصالح نادي الحامد. كعب وحش ومقريه من اسلام سري، وضربه حره مباشره ضد معروف يوسف. احمد حسن مكي على يمينك يا احمد، هتعمل ايه؟ على يمينك يا احمد، هتعمل ايه؟ مش ممكن احمد حسن مكي ويرفض الاحتفال في هدف صعب جدا، نقدر نقول مهين في كرة القدم، تستخدم لفظ مهين. هو هدف صعب وقاسي جدا، سواء على جنش او اعتقد اسلام جمال، الولد اللي قلت ان بلغة الارقام هو مهاجم مميز. 50 هدف له في بطولة الدوري، والهدف رقم 51 احمد حسن مكي، هدف ولا اروع، هدفه الخامس هذا الموسم. شوف وش القدم الخارجي من احمد تمساح، شوف كروكودايل حطها ازاي احمد حسن مكي. يا ولد اسلام جمال راح فين؟ وجنش هدف مش ممكن. اسلام جمال وجنش، الهدف ده يعني في مسيرته احتسب ضربة الجزاء الثانية، هو شخصيا احتسبها، بعد كان احتسب في لقاء الانتاج محمد الحنفي. لكن شوف ابو جبل وبالخبرة حسام باولو، ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. حسام باولو بالخبرة، حسام باولو هدف التعادل لنادي الزمالك. مصطفى فتحي بعد ما تألق حسام باولو وخد بمجهود فردي وبتمركز رائع ضربة جزاء من محمد ابو جبل. هنشوف مصطفى فتحي هل يكون اول اهدافه هذا الموسم. مصطفى يتعملق ابو جبل، يا جبل ما يهزك ريح. محمد ابو جبل يروح في المكان اللي حطاه فيه مصطفى فتحي، ومحمد حلمي لسان حاله يعني هي ناقصه. ادي مصطفى وردة الفعل، ويطلع على طول لاعبي سموحه. وكنت هتساءل، عرضيه من احمد تمساح، علي جبر يتفوق، تنزل التصويبه. هذا لا يحدث كل يوم. شوف تصويبه احمد نبيل مانجا، اللاعب اللي بيقول ان مثله الاعلى هو ناينجولان لاعب روما. احمد نبيل مانجا ياخدها على علتها زي ما بيقولوا،
وجنش ما يشوفهاش الا هي في الشبكه. هدف في توقيت قاتل. احمد نبيل منجا يسجل الهدف الثاني لسموحه. سموحه يتفوق لعبا ويتفوق في النتيجه، والفريق السكندري اللي قلت الزمالك يتفوق. فريق الفيومي وانهي ولقاء لا يقل صعوبه امام المصري البورسعيدي، وتختتم مباراه الجوله يوم الاربعاء ان شاء الله. طلائع الجيش يستضيف الداخليه. هذه ضربه حره مباشره لاسلام سري. الاهلي في مقدمه الجدول 52 نقطه، مصر المقاصه رصيد 48 نقطه، الزمالك 40 نقطه وبيطاردوا المصري 40 نقطه، وسموحه 37. لو فاز هيبقى بنفس الرصيد، لكن يظل الزمالك عنده فرق اهداف اكتر عن المصري وسموحه. بتروجيت السادس عفوا 33 نقطه، طلائع الجيش سابع 31 نقطه، اسماعيلي ثامن 28، دجله تاسع 28. من اول ال 28 بقى كله مهدد. المقاولين 10 28، الاتحاد 11 27، امبي 12 24 نقطه، الانتاج الحربي 13 22 نقطه، طنطا في المركز ال 14 20 نقطه، الداخليه في المركز ال 15 16 نقطه، وثلاثي المؤخره اسوان والنصر التعدين مركز 16 و 17 على الترتيب 15 و 13 نقطه، والشرقيه بعد ما حقق اول فوز ليه من 4 شهور في المركز ال 18 والاخير 11 نقطه. واحد لاعبي سموحه ثلث هجومي، هنشوف هيعمل ايه. ادي العرضيه البي بي اس باسم وباولو واستلي. هنشوف الثلاثي هيعملوا. عاجزين عن هز شباك سموحه وسط تالق لابو جبل. ادي الركنيه اتلعبت، قايم القريب اتلمست، احمد توفيق يطلع احمد توفيق. باتريك مالو يا ولد صمام الامان يلعبها في اليمين، لكن يرد احمد ابو الفتوح. حسام باولو يطلع رفعت يحطها لحسام، حسام تهرب من تحت رجليه تخدمه توصل لمحمد ابراهيم. طارق حامد في وسط الملعب، طارق ولا تحركات من مصطفى فتحي وايمن حفني. ادي باسم تصويبه من باسم، لف وشاط باسم، لكن يعني ما كانش مضغوط عليه باسم. لو كان شايف المرمى كويس كان يقدر. شوف ابو جبل كان واقف ازاي في الاعاده لو فتح الكادر. شوف ابو جبل كان فين. ادي باسم ما بص في الارض. شوف ابو جبل فين، والمرمى كله على الناحيه اليسرى لابو جبل كله. ملك اكرم اهلي، حاتم منصوره، عيله كرويه يعني فعلا لربه بتاع مربى. ادي العرضيه من احمد رفعت تخرج رمي التماس. حمص خد شرط القياده من ايمن اشرف، لحمص، ومن بدايه اللقاء احمد توفيق لمحمد ابراهيم. ادي ابو الفتوح انطلاقه من ابو الفتوح وياخد رمي التماس. ولا فرصه في الشوط الثاني خطيره على مرمى ابو جبل. سموحه اكتفى بالهدفين، والزمالك يحاول محاولات كلها على استحياء، لانه حتى يضيق الفرق بينه وبين سموحه. لو الزمالك جاب هدف شكل اللقاء والتلت ساعه الفاضلين هيختلفوا تماما. ادي حسام باولو يسند على محمد ابراهيم، يلعب العرضيه جامده جدا يا محمد، جامده جدا. عرضيه من احمد رفعت ما خرجش ابو جبل، يطلع باتريك مالو، تنزل محمد ابراهيم، محمد يلعب العرضيه. استبسال من لاعبي سموحه، شوط هجومي على احسن ما يكون الشوط الاول، والشوط الثاني دفاعي على احسن ما يكون من سموحه. وبتشوف اسلام جمال لعبة شورت كورنر، اسلام محارب لايمن اشرف، ثنائي اصحاب القدم اليسرى اللي اجهد لعيبه الزمالك النهارده. اسلام سري في كل حته، اسلام ضغط على اسلام وتخرج رمي التم. جنبه بيرلو، طارق حامد جنبه معروف يوسف. يعني شوف الفارق انت بقى، شوف الفارق. علي محمود عبد العزيز بيتكلم طارق، وجنش خرج وتوتر. 2010 انتقل من الجيش لسموحه في صفقه انتقال حر. 2014 2015 التقطته عين الزمالك، ما خدش فرصه في الاول مع جوزفالدو فيريرا، لكن ثبت نفسه طارق حامد واصبح طارق حامد اساسي في تشكيله الزمالك. مش كده وبس، حط طارق حامد وحط. شوف العرضيه بس، ادي العرضيه وخرج ابو جبل، لكن يعني باسم مرسي، ميدو، ابو العيله، طارق السيد وطارق السعيد، محمد صبري اللي كان امامنا في الصوره، وحتى ابرز محترف رقم غريب
بلس 7 وبلس 10 احيانا وبلس 12، ارقام لن تراها الا في الدوري المصري، لان زمن اللعب الفعلي عاده بيبقى قليل. لكن اسلام جمال وادي الضربه الحره المباشره، اتلعبت عرضيه من احمد رفعت، ادي الرأسيه وحشه وحشه.